ايوه مين؟ مين جه دلوقتي؟ مين؟ يعني مستنى في برنامج حضرتك. شهر 6. 6 ولا 9 كلها واحد يعني. يا صلاح التكييف. تكييف؟ أو النبي يا أخويا الجو حر، خش بس كده. يا خرابي ده احنا هنموت وحياة ربنا. خش بس تعالى يا أخويا، خش أنت مالك كده؟ جو صحابي والسلم. وده احنا برضه يعني بص مش قادرة أقول لك خش كده أجيب لك كوباية مية ساقعة كده مشبرة كده بتترطب على قلبك، خش. لا يا أخويا أنت مالك خلصان كده؟ أنت جاي تصلح التكييف ولا جاي أنت هتموت عندنا هنا ولا إيه؟ التكييف هنا يعني بنصلحه عشان لسه عندي شغل تاني ولا يا أخويا تكييف إيه بس وبتاع إيه ده لسه القعدة طويلة لسه كده. عندي شغل تاني. يا عم شغل ايه ده احنا لسه بس قاعدين كده، احنا قعدتنا هنطول مع بعض. بس اجيب لك كوبايه ميه كده وهجي لك تاني. يا ريت يا ريت. ايه ده؟ ده مين اللي نايم ده؟ يا نور! يا نور! ايه ده؟ مين ده؟ انت يابا؟ انت يا عم انت؟ نعم ايه؟ انت مين انت وايه اللي جابك هنا؟ يا صلاح التكييف يا بيه. تكييف؟ ومن امتى وانا عندي تكييف؟ بيه مش دي شقة 6. سنت الهاني ايه يا شقة حبيبي 6. خد يا حبيبي، اخويا خد بالليل. مين ده؟ ده بتاع التكييف. مين ده وبيعمل ايه هنا؟ ما اعرفش هو قال لي جاي يصلح التكييف. صلح تكييف؟ خد يا خش تكييف هو احنا من امتى واحنا عندنا تكييف يا نور؟ افهمك استنى خد يا اخويا قولي بالليل. ايه خد بالريقه؟ انت مجنونه يا بنت ولا في ايه؟ استنى هو قال لي جاي اخبط عليه يقول لي جاي اصلح التكييف، قلت له خش. هو احنا عندنا تكييف واي حد كده خش؟ خد فكره انت مش فاهم. فكره من مين؟ انت مجنونه ولا ايه؟ مش عارفه قوم يا والله. ابني انت يا ابني. هو انت اي حد كده يقول لك تعالى بتخش شقة ست. وانت ايه ده؟ مين ده وبيعمل ايه هنا؟ هو قال لي جاي اعمل التكييف، قلت له خش اعمل التكييف. اجل يعمل التكييف تقول له خش يعمل التكييف اجي الاقيه نايم على يا الكنبه؟ بيه مش هي دي شقة 6. يا عيني تلاقي من السلم والحر ما سلم؟ أنا قلت لك. شقة 6 يا تعالى يا بيه. ابني مش يلا بص تعالى اعمل كده. دي شقه كام؟ دي شقه كام؟ 9 بيه. 9 وانت بتقول لي ده الشقه يا كام؟ بيه انا سألت انت عندك عليك حوادث كتير. الارقام؟ يلا يلا من هنا وانتي اصبري عليا. هو انت يا بنتي مجنونه ولا هبله ولا في ايه يا ايه؟ أسامة ايه اللي انت ايه؟ فيه ده؟ هو اي حد تدخليه البيت كده وبعدين فين التكييف اللي عندنا؟ احنا ما عندناش غير حته مروحه. ما انا بقى كان قصدي على المروحه اللي بايظه دي، قلت خش كده يا اخويا ونسال على موضوع التكييف ولا انت عمال تجيب ميه واحنا كنا عاملين كده. لا والله والله انت مش فاهم حاجه. انت هتجننيني يا امسك بس بنتي. دي كده، بص تعالى وراك دي كده. خد يا بنت